غدا عالي البروتين في رحلتي وانا بخس. يلا بينا. النهارده نفسي جدا اكل فرايز. جبت البطاطس وقطعتها صوابع رفيعه كاني هقليها بالظبط، وطبعا اغسلها كويس. جيب طبق امن انه يدخل الميكروويف، احط فيه البطاطس، احط البطاطس في الميكروويف 4 دقايق او نسلقها نص سلقه. وهجيب الطبق ده، الطبق اللي انا هتغداه، احط شويه من الخضار، خس وخيار، طماطم، وشويه فراخ مشويه. كده طبق الغدا الجميل ده ناقصه الكارب، النشويات اللي هي هتبقى البطاطس. كده شكل البطاطس بعد ما طلعت من الميكرويف، اتسلقت كده نص سلقه. احط على البطاطس معلقه من الزيت، واحط عليها خليط من توابل البطاطس، بعدين اقلب. انا مستخدمه بطاطسايه واحده صغيره، ما نستخدمش كميه كتير. اجيب الاير فراير، احط فيها البطاطس، افردها كويس، ما تبقاش على بعضها، تبقى مفروده. خلي الاير فراير على درجه حراره 180 15 ل 20 دقيقه. وممكن برضو البطاطس دي بدل ما نحطها في الاير فراير نحطها في صينيه امنه انها تدخل الفرن، ونسويها في الفرن في الرف الاوسط. هتاخد تقريبا 30 دقيقه وهتطلع برضو كريسبي وطعمها جميل. دي كده الفرايز بعد ما طلعت من الاير فراير. اعتقد دي المره المية اللي انا اقول لكم قد ايه انا بحب البطاطس دي. وبعدين هجيب طبق الغدا بتاعي، احط عليه الفرايز، شويه مستردة. له سيف وجربوها. انجوي.